بطنجة. تحية نضالية عالية باسم تنسيقية التوادة بطنجة، باسم تنسيقية التوادة بطنجة لكل المناضلين والمناضلات لفوق دعوة ديال حركة التوادة التنسيقية المحلية بمدينة طنجة من أجل هذه الوقفة التضامنية الاحتجاجية التنديدية، وفي نفس الوقت احتفال رمزي بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2964 باسم تنسيقية التوادة بطنجة. نحيي كل جمعيات المجتمع المدني، تنظيمات حقوقية، الهيئات السياسية، ومن بينهم طبيعة الحال جمعية يوفا، جمعية ماسينيسا، منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، حركة 20 فبراير، الرفاق ديالنا في حزب النهج الديمقراطي، وكذلك ما نساوش المناضلين ديال الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف. طبعا تحية لكل من ساهم معنا في هذا الشكل النضالي الاحتجاجي المتميز اللي كتنظموا تنسيقية التوادة بطنجة. طبعا فتنسيقية التوادة هي جزء لا يتجزأ من الحركة الأمازيغية، هذه الحركة الأمازيغية اللي كننظموا من داخلها جميعا طبعا المطالب العادلة والمشروعات ديال الحركة الأمازيغية اللي مسيرتنا النضالية مسيرة طويلة وتستمر بكل جدية بكل عقلانية من أجل نضال أمازيغي جاد معقل، ومن أجل كذلك تحسين الإرث النضالي ديال الحركة الأمازيغية. ومساهمتنا من هذا الباب ومقترحنا من هذا المنطلق طبعا كان نداء لأهل مدينة طنجة بمناسبة كما قلت السنة الأمازيغية الجديدة كاحتفال، لأنه احتفال بمفهوم رمزي وفقط احتفال ديال تنسيقية التوادة يتخذ واحد الطابع احتجاجي كنذكروا لكل ما يهم الأمر بالمطالب العادلة والمشروعة الديمقراطية ديال الحركة الأمازيغية. وطبعا كتنسيقية التوادة بطنجة كنتابعوا المستجدات على مستوى المغرب ولا على المستوى المحلي ولا على مستوى الريف. طبعا كما ذكر احد المناضلين منذ البدايه الوقفه كذلك كاشاره تضامنيه في السلوك مع شهيده الاهمال الطبي، شهيده الرجل تسمى ان صح التعبير، شهيده فاطمه ازهريو، التي طبعا كتنسيقية طنجة نجدد تضامننا وعزاءنا لهذه العائله المظلومه وكل شهداء السرطان وكل شهداء وضحايا الغازات السامه بالريف. فاطمه ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، فاطمه ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، فاطمه ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، ويا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح، ويا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح. تحية نضالية كما قلت فملف السرطان بالريف ليس ملف طبي فقط، وإنما هو ملف وقضية شائكة، قضية معقدة، بل ونقولوا كقضية سياسية. وبالتالي من هذا الشكل الاحتجاجي كنحملوا المسؤولية الدولة المغربية أو المقصد المغربي بشكل مباشر أنها تحمل كامل مسؤولية هذا الملف، لأنه ملف شائك ومعقد، ملف سياسي بالدرجة الأولى. على من جهة طبعا الحركة الأمازيغية في هذا كقوس من بين المستجدات اللي طرحت علينا مؤخرا في الحركة الأمازيغية في النضال ديالها على مستوى المغرب. وبالمناسبة نهنئ كل المناضلين ومناضلات الحركة الأمازيغية سواء في المغرب سواء في دمشق أو سواء في الدياسبورا بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 1964، ونتمنى لهم مزيد من النضال، مزيد من الصمود إلى غاية تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة، إعادة الاعتبار للأمازيغية كقضية كلغة كهوية كتاريخ كتراث. طبعا هذا من باب النضال من أجل القضية الأمازيغية لنعلن وبشكل مباشر بأن حقنا في تمازيغ لغة رسمية، حقنا في تمازيغ هوية وطنية، حقنا في تمازيغ لغة رسمية، حقنا في تمازيغ هوية وطنية. تحية نضالية. طبعا حقنا في المزيغ هوية وطنية هذا شعار ومبدأ لنعلن من هذا الشكل رفضنا لما يسمى بالقانون التنظيمي، لما يسمى بالتسخير الشكلية في دستور ممنوح من جديد. طبعا الحركة الأمازيغية لا علاقة لها بشيء اسمه القانون التنظيمي. القضية الأمازيغية أكبر بكثير من دستور مخزني ممنوح، أكبر بكثير من شيء اسمه القانون التنظيمي. لا يمكن ننفذ بما يسمى بهذا القانون التنظيمي ونجدد رفضنا لما يسمى بهذا القانون التنظيمي الذي يختزل النظام ديال الحركة الأمازيغية والذي يجزئ طبعا كتجزئ ديال النضالات ديال الحركة الأمازيغية. نضال الحقيقة الحركة الأمازيغية هو من أجل دستور ديمقراطي ومضمونا من أجل هوية الأمازيغية للمغرب. طبعا
استمرارنا في هذا النضال ما غتنازلوش ابدا على المطالب التاريخي ديال الحركه الامازيغيه. النضال ديالنا غيستمر الى جانب كل ديمقراطيي واحرار هذا الوطن. طبعا اجدد تحيه للجميع، وفي نفس الوقت نذكر بالمعتقلين السياسيين ديال الحركه الامازيغيه حامد اوروش ومصطفى اوسيا معتقلي حركه 20 فبراير وكل المعتقلين السياسيين في المغرب، ونناضل طبعا من اجل اطلاق سراحهم. هذا واجب نضالي من داخل الحركه الامازيغيه الى جانب ديمقراطيي واحرار باقي هذا الوطن. طبعا معتقل ارتاح سنواصل الكفاح المعتقل ارتاح سنواصل الكفاح المعتقل ما دار والو تلقولو يمشي بحالو معتقل ما دار والو تلقولو يمشي بحالو معتقل ما دار والو تلقولو يمشي بحالو. تحيه نضاليه طبعا السنه الامازيغيه هي اليوم الثاني يناير من السنه الامازيغيه 1964 كمحطه تاريخيه هامه ومهمه في كل مازيغ سواء في دامسها او في الدياسبورا. والمحطه ديال النضاليه ديال مثل محطه تاريخيه مثل حلول السنه الامازيغيه هي بمثابه مع كل شيء احتفال، لان الامازيغيه تنتظر منا الشيء الكثير، لا تنتظر منا فقط الاحتفال بل هي محطه نضاليه نقيم فيها الاداء النضالي ديال مازيغان، وفي نفس الوقت نجدد العهد بالنضال، نجدد العهد بمواصله النضال من اجل كل مطالبنا كما قلت سالفا. طبعا تجديد العهد بالنضال وهذا امر واجب كما قلت سالفا لتطوير كذلك ان نفكر بشكل جماعي لتطوير النضال الحقوقي بالمغرب، ولتطوير كذلك والرفع من وتيره النضال الامازيغي. وجديد تحيه لكل من ساهم معنا في انجاح هذا الشكل النضالي الراقي المتميز السلمي. حركه توادى او التنسيقيه المحليه بطنجه تحيي جميع كل من ساهم معنا في هذا الشكل النضالي. نجدد الى موعد لاحق. طبعا نشد على ايديكم بحراره النضاليه عاليه وتحيه نضاليه للجميع وشكرا.